مساء النور على كل متابع ومشاهد المشجع في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في فيديو جديد. وحشني جدا ايام فيديو التشكيل واكيد انتوا كمان. في الفيديو ده هنشوف مع بعض موعد نهائي القرن والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين المتوقع واهم نقاط القوة والضعف في الزمالك وبعض الامور الاخرى اللي ان شاء الله تنال اعجابكم. يلا بينا نبدأ بموعد المباراة. المباراة هتكون بإذن الله يوم الجمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. تذاع المباراة على قناة بي ان سبورت القطرية وقناة تايم سبورت الأرضية. الأهلي والزمالك داخلين هذا اللقاء بتركيز شديد جدا وجاهزية تامة لمعظم اللاعبين، ولذلك من المؤكد اننا هنشوف مباراة رائعة على المستوى الفني، خصوصا في وجود مدرب كبير وذو خبرة إفريقية مثل موسيماني الذي حصل على هذا اللقب منذ 4 أعوام أمام الزمالك، وأيضا المدرب المخضرم باتشيكو الذي عاد للزمالك مجددا بآمال كبيرة. أبرز غيابات الأهلي والزمالك عن اللقاء: الأهلي يغيب عنه وليد سليمان وصالح جمعة وإليو ديانج بسبب كورونا، غيابات مؤثرة بطبيعة الحال، لكن لا أعتقد أنها ستؤثر على الأهلي في المباراة بشكل كبير ولا على الخطط التي يعمل عليها موسيماني منذ مدة. فوليد وصالح لاعبين بدلاء، وإليو ديانج بديل حمدي فتحي لاعب كبير ولديه القدرة على تعويضه في اللقاء. الزمالك يغيب عنه 3 لاعبين من التشكيل الأساسي، وهم محمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما، والثلاثة لاعبين أهم من بعضهم. محمود الونش من أفضل المدافعين في مصر في الفترة الأخيرة، وخسارته في لقاء زي ده بمثابة ضربة موجعة. وعبد الله جمعة أيضا غيابه مؤثر للغاية، خصوصا أن الزمالك لا يملك بديل في الجبهة اليسرى، وسيكون مضطر على اللعب بلاعب وسط في الجانب الأيسر. ويوسف أوباما الذي سيضع باتشيكو في أزمة والذي سنشرحها أثناء التشكيل. قائمة الأهلي للمباراة جاءت كالتالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير. في خط الدفاع رام ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد. في خط الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي. تحت الهجوم محمد مجدي قفشة، كهربا، حسين الشحات، جونيور أجاي، جيرالدو، أحمد الشيخ. في الهجوم مروان محسن، إليو بادجي. قائمة الزمالك للمباراة جاءت كالتالي: في حراسة المرمى محمد أبو جبل، جنش، محمد عواد. في خط الدفاع محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد. في خط الوسط فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد حسن، إسلام جابر. تحت الهجوم أشرف بن شرقي، محمد أنجم، أحمد سيد زيزو، شيكابالا، مصطفى فتحي، كريم بامبو. في الهجوم مصطفى محمد، كاسونجو. نقول التشكيل المتوقع لكل فريق وبعدين نبدأ نتكلم عن نقاط القوة والضعف. تشكيل الأهلي المتوقع: موسيماني ما اعتقدش هيعمل تغييرات في التشكيل، وهيبدأ بنفس تشكيل الأهلي في مباراة الوداد مع إضافة عنصر واحد فقط، والتشكيل هيجي كالتالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، حارس مصر الأول وصاحب المستوى الرائع في الفترة الأخيرة. خط الدفاع من الشمال لليمين: علي معلول ظهير المنتخب التونسي الذي ستكون الأعين عليه في هذا اللقاء، بجانبه أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني. في الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي الذي تثق فيه جماهير الأهلي كثيرا والذي تلقى دعم كبير خلال الساعات الماضية من الجماهير وزملائه والجهاز الفني. تحت الهجوم جونيور أجاي في الشمال، محمد مجدي قفشة صانع ألعاب، حسين الشحات في اليمين. في الهجوم مروان محسن. تشكيل الزمالك المتوقع: في حراسة المرمى كالعادة محمد أبو جبل. في خط الدفاع من الشمال لليمين إسلام جابر اللي هيبقى عليه عبء كبير جدا، وجنبه محمد عبد الغني ومحمود علاء وأحمد عيد. في خط الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد. تحت الهجوم أشرف بن شرقي على الشمال، أحمد سيد زيزو في اليمين. هنا بقى تأتي الأزمة التي سيقع فيها باتشيكو، أو بمعنى تاني الحيرة. هو أمامه أكثر من خيار لتعويض أوباما. الخيار الأول هو البدء بأحمد سيد زيزو صانع ألعاب، والبدء بمحمد أنجم أو شيكابالا في الجناح الأيمن، وهذا الخيار سيجعل الزمالك يفقد سلاح مهم جدا وهو سرعات وذكاء أحمد سيد زيزو في الجناح. والخيار الثاني أمام باتشيكو هو البدء ببن شرقي في مركز صانع الألعاب وكاسونجو في الجناح الأيسر، وهذا الخيار أيضا سيفقد الزمالك بسبب خطورة بن شرقي، لأن اللاعب المغربي خطورته على الأطراف. وليس ذلك فقط، فكاسونجو في المساندة الدفاعية ضعيف جدا، وهذا سيتسبب في خطورة كبيرة على الفريق من الجانب الأيسر. والخيار الثالث والأخير والأصلح هو أن يبدأ محمد حسن بجانب طارق حامد، ويبدأ ساسي صانع ألعاب، وبن شرقي وزيزو يلعبوا على الأطراف. في الهجوم مصطفى محمد. البدء بأحمد عيد من وجهة نظري سيكون مغامرة كبيرة من باتشيكو، خصوصا ان الجبهة المواجهة ليه في الأهلي بيلعب فيها معلول وجونيور أجاي، وهي أقوى جبهة ونقطة قوة في الأهلي.
انا شايف ان احمد عيد لاعب كويس جدا والله زي ناس كتير، بس الماتش ده صعب شوية ومحتاج لاعب عنده خبرة. حازم امام لعب قدام معلول واجاي قبل كده وعارف طرق لعبهم، وممكن لو لعب يقدر يوقف شوية من خطورتهم، لكن احمد عيد ما اعتقدش انه هيقدر يعمل حاجة، واتوقع ان الجبهة دي ستشكل خطورة كبيرة جدا على الزمالك. نقاط القوة في الزمالك من الفرق اللي بتقفل في نص ملعبها وتلعب على المرتدة، واعتقد ان الامر ده لن يتغير في المباراة، ومش هيستعجلوا خالص. طول ما النتيجة 0-0 هيلعبوا بنفس النظام، التزام دفاعي وتحول هجومي سريع. هما مميزين جدا في قطع الكرات وارسالها لمصطفى محمد اللي بيعمل محطة كويسة جدا، او بن شرقي او زيزو اللي بيتحركوا في ظهر الباكات ويستغلوا تقدماتهم ويشكلوا خطورة على مرمى الخصم. معظم اجوال الزمالك الفترة الأخيرة بتكون كرة من ساسل بن شرقي اللي بيروح من الجانب ده ويعمل عرضية لمصطفى محمد اللي بيقطع على القريبة، واحمد سيد زيزو اللي بيدخل في منطقة الجزاء ويقطع على البعيدة. والعكس صحيح، لو الهجمة من عند زيزو بتلاقي مصطفى محمد قطع على القريبة وبن شرقي على البعيدة. اوقات بن شرقي بيطمع ويقطم لجوه ويسدد في المرمى، وهو مميز جدا في الواحد على واحد، فلازم حد يبقى دايما قريب من هاني علشان لو عدى من هاني يلاقي حد في وشه ويمنعوه نهائيا من الدخول لقلب الملعب والتسديد. اوقات مصطفى محمد برضو بيسند الكرة للي جاي من الخلف للامام وبيسدد على المرمى، والمميز في الكرة دي فرجاني ساسي اللي لازم لاعبي الاهلي ياخدوا بالهم منه. الاهلي يقدر يوقف الكلام ده عن طريق حمدي فتحي وعمرو السولية. لو معلول بيهاجم لازم حمدي فتحي يغطي عليه، ولو هاني بيهاجم لازم السولية يغطي عليه، ولازم اول ما الكرة تتقطع من لاعب الاهلي يبقى فيه ارتداد سريع للخلف من كل اللاعبين، محدش يقف يتفرج. ولو حد قدر يعمل فاول تكتيكي علشان يوقف هجمة الزمالك المرتدة بدون انذار يبقى معلم، لان الزمالك لو قدر ينفذ هجمة صح هيوصل لاماكن خطيرة. الكرات العرضية لازم تتمنع بأي طريقة، ما ينفعش فكرة التحليق على الكورة، لازم تدخل بكل جدية على الكورة وما تمنحش أي فرصة لعمل عرضية. أي عرضية هتعدي هتبقى خطيرة جدا على مرمى الشناوي، خصوصا في تواجد مصطفى محمد. وكمان لازم أيمن أشرف وياسر إبراهيم أو ربيعة أيا كان مين اللي هيلعب يكون مركز جدا مع مصطفى محمد. مصطفى مهاجم خطاف، لو ما خطفكش في عرضية بيخطفك بتسديدة مفاجأة، فلازم دفاع الأهلي ما يمنحوش أي فرصة للتنفس ويبقى دايما سابق ليه، ما يبقاش في ظهره. شفنا ماتش القمة الأخير لما ياسر إبراهيم منحه ربع متر في ثانية سجل هدف من تسديدة لم يتوقعها الشناوي. بعض الناس ممكن تقول إن إيقاف بن شرقي وزيزو صعب، أنا غير متفق معاهم تماما. فمع احترامي الكامل للثنائي إسماعيل الحداد وبديع أوكا أجنحة الوداد أفضل أجنحة في أفريقيا الفترة الحالية، معلول وهاني وقفوهم تماما. وشايف ان في افوره شويه من الناس في حته ان محمد هاني ومعلول مش هيعرفوا يوقفوا ثنائي الزمالك. هما ثنائي مميز جدا سواء على مستوى الذكاء او السرعات او استغلال المساحات، لكن مش صعب ايقاف خطورتهم. لو اجاي وحسين الشحات قدموا المسانده الدفاعيه بشكل مميز مثلما فعلوها امام الوداد سيقضي الاهلي على خطورتهم تماما. نقاط الضعف في الزمالك، اول حاجه الجبهه اليمنى، ودي احنا اتكلمنا عنها وقلنا احمد عيد هيبقى نقطه ضعف كبيره. رقم 2 الجبهة اليسرى. الجبهة اليسرى للزمالك هتبقى من أقوى نقاط الخطورة على الفريق الأبيض، خصوصا إن اللي بيلعب فيها لاعب وسط والمكان ده جديد عليه ولا يعرف واجباته. مش بس كده، لا وكمان اللي بيلعب جنبه ملعبش معاه قبل كده كتير. إسلام جابر ومحمد عبد الغني لعيبة مميزة جدا، ولكن أتوقع أننا سنرى عدم انسجام بينهم بسبب عدم اللعب بجانب بعضهم كثيرا، وعدم انسجام يعني أنه ستكون هناك أخطاء ومساحات، وهذه أشياء يستغلها حسين الشحات بشكل مميز للغاية ويسجل منها أهداف دائما. رقم 3 خط الدفاع. محمود علاء ومحمد عبد الغني لو لعبت في ظهرهم هتشكل خطورة كبيرة جدا. مروان محسن لو فايق في الماتش ده وتحركاته كانت صح واستغل الكرات اللي هتتلعب له في ظهر دفاع الزمالك هيسجل، ولو ما سجلش هياخد على الأقل ركلة جزاء، بس بشرط ان توصل له كذا كرة وهو يتحرك صح ورا ظهرهم وما يكتفيش بمهمة المحطة. ومروان عمل الكرة دي صح جدا في ماتش الوداد في القاهرة وسجل هدف مبكر. الضغط المبكر على حامل الكرة. محمد مجدي قفشة مميز جدا في عمل الضغط على المنافس، وشفناه سجل منها في لقاء الوداد الأول بعد الضغط على المدافع، وشفناه بيعمل نفس الأمر في مباراة مصر وتوجو التانية وبيسجل برضه. في الزمالك طارق حامد بيحتفظ بالكرة أحيانا، وأعتقد أن لو استمر على نفس الأمر محمد مجدي قفشة هيشكل خطورة كبيرة على الزمالك لو نجح في قطع أي كرة في المكان ده. محمد مجدي قفشة لو حط الكرة تحت رجله ووشه للمرمى بيكون خطر جدا، وبصراحة الفترة الأخيرة أداؤه اتطور جدا وبقى ينفذ تعليمات المدرب صح، وعينه حلوة وبقى يعرف يتحرك بين الخطوط ويخلق المساحات لنفسه.
ويقدم المساندة الدفاعية لثنائي الوسط بشكل مميز. وجهة نظري بقى شايف ان الماتش ده لازم يتقسم لأكتر من جزء ويكون ليه أكثر من سيناريو. السيناريو الأول هو محاولة تسجيل هدف مبكر إذا كان من جملة أو تسديدة أو من خطأ من مدافع الزمالك. التسجيل المبكر للأهلي هيحرر المباراة، الزمالك هيكون مجبر يهاجم وما يدافعش، وهجوم الزمالك معناه ترك مساحات كبيرة جدا بين الخطوط وفي ظهر الظاهرين. وإذا توفرت المساحات للاعبي الأهلي فاعلم جيدا أن الأهلي سيسجل هدف تاني وتالت. السيناريو الثاني هو تلقي هدف من الزمالك. في الحالة دي لاعيبة الأهلي لازم تبقى حذرة جدا، لازم ما تندفعش هجوميا بشكل كبير، العب لعبك العادي بدون مبالغة في الهجوم، لأن المبالغة معناها ترك المساحات للزمالك لتسجيل هدف تاني. وزي ما قلت هم فريق مميز في لعب الكرات المرتدة، وبن شرقي وزيزو بيستغلوا المساحات حلو جدا. لو استمرت النتيجة 0-0 انت لازم في الحالة دي تلجأ لسلاح التسديد. سلاح التسديد يفك أي لغز، والأهلي عنده لعيبة مميزة كتير بالتسديد أبرزها قفشة والسولية وحمدي فتحي. بالنسبة للمفاجآت ما توقعش إن هيكون في مفاجآت، وإذا تواجد شيكابالا في التشكيل بالنسبة لي مش هيبقى مفاجأة، لأن ده شيء متوقع بالنسبة لي. ومن وجهة نظري تواجد شيكابالا شيء يريح معلول كثيرا. شيكابالا لياقته البدنية مش هي وأداؤه مش نفس أداء أحمد سيد زيزو خالص. وبكده يكون انتهى الفيديو وأتمنى يكون عجبكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وكومنت برأيك لو حابب توضح حاجة معينة أو تقول لنا توقعك لنتيجة اللقاء. هستنى توقعاتكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة.